المدني، التنظيمات النسائية، وجميع الحضور الحقوقيات والمشاركين في هذا الملتقى. طبعا نحن في ظل المرحلة اللي تشهدها سوريا والحراك الحقوقي والقانوني الحاصل حاليا من أجل التحضيرات لدستور سوريا الجديد، رغبنا في دعوتكم اليوم لمناقشة المطالب الدستورية التي يجب أن تضمن ضمن دستور سوريا الجديد. طبعا هدفنا من هذا الملتقى هو توحيد الرؤى الخاصة بمطالب المرأة، وكذلك حماية المكتسبات التي حققتها المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا، وبالتالي أن يجب حمايتها وتضمينها ضمن دستور سوريا الجديد لكي تستفيد جميع النساء مما حققناه خلال هذه السنوات وتشرعن هذه المطالب ضمن الدستور الجديد. طبعا نحن اليوم حضرنا هذا الملتقى وفي عنا مسودة أو رؤى من خلال النقاشات التي حصلت قبل التحضير لهذا الملتقى، سوف يتم طرحها عليكم ليتم مناقشتها وإبداء الآراء وكذلك جمع الآراء الأخرى. وطبعا في النهاية نحن حطينا قدامكم برنامج العمل، راح يكون بالبداية في مناقشة الوضع السياسي وتقييم الوضع السياسي اللي من خلاله راح نسمع آرائكم ونسمع مقترحاتكم بالوضع الحالي وكيف يجب أن نحمي مكاسب المرأة ضمن الدستور الجديد. وطبعا بنهاية الملتقى راح نخرج بتوصية سلافوريز جواحر كثيرة ايجو جدير وهاتنا ويجو نزيك جهاتنا. طبعا هف تشالاكي إيرو يوجي هفافتيتن جبو نقاش كرنا خستك جن كرك دستور سوريا نودا وري تشيكرا أرمان جماعة جبا هفتيتني إيرو كو أم دست كفتي جن إيجو شورا شاروج آبادا هاتي دست كرتن أموي ببارزن وأموي بكن يعني جشتي سوريا، يعني جن جشتي سوريا كانوا موافقة دستورا نودا ببارزن، يعني وقت بزانن بريجي يعني هجر بيك هذا يهجن هذا تحميش كرن هندر دستورات سوريا كابندا، يعني تمثيله جن نهاد باراستن وكو أمن هذا دستورا يعني وقت دستور هف بيمانات جواكي يقول ريفابريات فصار دهات أريكرن أم دخازن نسبة سدي بينجي وري باراستن حر تشتغل جن بدأس قصدن ده سورة شروج آبادا وري باراستن دستورا سوريا جشتيدا هدف بجشتي هذا يعني أمهرو أمي نقاش لسبب مبدأنا وريكرن أم دخازن أم بيك نرين تركبن ويكو أم بون ريني كونبن هذا النقاشات دستوريا جشتي.